السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة منوعات ومقتطفات أشرف أسعار الطيور في مصر. يوم الثلاثاء 14 من فبراير. فراخ البيضة النهاردة من 71 ل 74 وللمستهلك 80 جنيه. فراخ الساسو النهاردة الكيلو من 95 ل 99 وللمستهلك 104. فراخ الأمهات النهاردة من 64 ل 65 وللمستهلك 70 جنيه. كيلو البلد الحر النهاردة 96 ل 99 جنيه. كيلو الوراك النهاردة من 85 ل 95 جنيه. الكتكوت الأبيض النهاردة سعره من 24 جنيه ل 26 جنيه. كتكوت الساس النهاردة سعره من 16 وربع ل 17 جنيه 75. كتكوت البلد النهاردة سعره من 7 جنيه ل 8 جنيه ونص. وطبعا أسعار الكتاكيت دايما بتختلف على اختلاف الشركة واختلاف النوع. أسعار لحم البط النهاردة والأعمار: البط النهاردة الفرنسي سعره من 55 ل 60 جنيه. البط المولر النهاردة من 65 ل 75 جنيه. البط المسكوف النهاردة سعره من 80 ل 85. البط البلدي النهاردة سعره أيضا من 80 ل 85 جنيه. أسعار البط الفرنسي عمر يوم 19 جنيه ل 22 ونص. البط المولر عمر يوم من 27 ل 27 جنيه ونص. البط المسكوفي عمر يوم من 28 ل 28 ونص. البط البيور النهاردة سعره 15 جنيه. أسعار الطيور الأخرى المتنوعة: لحم الرومي الأبيض النهاردة الكيلو من 120 ل 125. والرومي الأسمر الكيلو من 43 ل 45. ولحم الأرانب النهاردة من 70 ل 75 جنيه. والحمام الجوز النهاردة البلدي من 75 ل 85 جنيه. كيلو لحم السمان النهاردة من 45 ل 50 جنيه. الكيلو الكتكوت الرومي الأبيض عمر يوم من 70 ل 75. والكتكوت الرومي الأسمر عمر يوم من 13 ونص ل 17. والكتكوت الرومي البرونز 500 جرام من 44 ل 48 جنيه ونص. البيض النهاردة أسعاره ما زالت في الارتفاع. والبيض الأبيض النهاردة الكرتونة من 110 ل 112 جنيه. والبيض الأحمر الكرتونة من 110 أيضا ل 112 جنيه. والبيض البلد النهاردة من 110 ل 114 جنيه. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين الأسعار دايما كل يوم في ازدياد، سواء في أسعار الفراخ أو في أسعار البيض، نتيجة نقص المعروض في السوق المصري من الكتاكيت ومن الفراخ ومن البيض. في النهاية شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.